مشاهدينا، ضيفة فقرتنا اليوم هي واحدة من الوجوه البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، شيف عراقية شابة اسمها قبس حميد، تنشر وصفات منوعة من المطبخ العراقي الأصيل، من الأكلات الرئيسية للحلويات، وكل شيء تقدمه بطريقة تعليمية وبسيطة تخلي حتى المبتدئين يبدون بثقة. راح نحكي وياها عن بدايتها، شلون قدرت أن تبني هذا الجمهور، شنو تنصح كل شخص يريد يتعلم الطبخ العراقي من الصفر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. اهلا بيكم. اهلا. يعني ما شاء الله. بس هو ما مبين عليها من البدايه. لا هي ما مبين، هي تسمن. لا بس يعني هي قالت المفروض لك انت اكو شويه اشياء. يعني انا اخاف اكل كل شيء اكل، بس اخاف يعني اكل كلش قليل. وشو هي تريد تبتدي بينا، يعني جايبتنا اليوم شوي راح احسن منكم شوي. مرحبا اهلا بيك. يعني وسهلا. يمكن احنا ذكرنا نبذه بسيطه عن قبس، بس يا ريت انت تبينين لنا شو وقت بديتي، شلون بدا اصلا هذا الشغف وياك. الصراحه هو اول شيء اني خريجه علوم سياسيه قسم استراتيجيه، بعد كل البعد عن الطبخ. زين. لا ليش بعيد عن الطبخ؟ يعني انا الطبخ استراتيجيه عندك بالطبخ وبطريقه بالضبط التعامل. يعني. لا يعني صراحه كان حبي وشغفي للطبخ يعني من زمان، من اني وصغيره. يعني كنت ماما اطلعها من المطبخ وادخل اني ممكن اقول لها اني اطبخ لكم اليوم، صدق يعني من اني وصغيره. عشان اقول لك ثاني متوسط يمكن بديت، فكنت اطبخ الدولمه والقوزي والاي يعني من العزايم اني من ثاني متوسط. زين. اي فيعني من اني وصغيره اموت على الطبخ. زين. كلش احبه، وحسيت هذا ميولي كلش يعني. فقلت ليش ما افتح انه صفحه على الانستغرام او على التيك توك او حتى على اليوتيوب شانل. هسه يعني بديت ان شاء الله كلهم دا يقولوا ليش ما تسوين يوتيوب شانل. فشوي شوي دا ابدي اقوي هاي على السوشيال ميديا. تعرفين يعني هسه الناس تصعد بيها وتشتهر وشي، فانا هذا المجال هم كلش احبه وهم افيد الناس به. خاصه الريسيبي اللي انزلها تكون هي تقليديه مرات وعراقيه، بس مرات لا هم اضيف اني بصمتي. لمساتي الخاصه وبصمتي، وابتكر وصفات يعني صراحه هوايه. وكل شيء منوع يعني. حسابي اذا تفوتين بي تشوفين الشرقي والغربي والاسيوي كل والسويت. اكيد جبت لكم اليوم سويت. اي هو شفنا سويت، بس اكو شغله هم حلوه، انت قلتي التاتش مالتي يكون موجود، اضافه الى اكو هواي اشخاص مثلا اليوم اكل الاكلات العراقيه التقليديه ولكن مو بطريقه صحيه. اليوم انت يمكن ذكرتي واحده من الحلويات اساسا انت جايبتها ومسويتها بطريقه صحيه. بالضبط. اديك هنا مثلا كيكه التمر، انه هي شوجر فري ما بها ولا نقطه شكر، انه تعتبر شويه خلينا نقول بديل صحي يعني، احسن من الماء انه تخلي جلاسين شكر. لا اليوم خلينا يعني. بالضبط طبيعي يكون شويه اهون يعني. فمرات احاول نسوي وجبات صحيه تكون يعني الكالوريز مالتها يكون قليل حتى الناس، لانه دائما هسه تحسين الاقبالي كلهم على الدايت فود. طبعا انا كان عندي بزنس ماي اون بزنس يعني كان مختص بالدايت فود قبل سنه تقريبا، وكان عندي مشتركين وشي، بس يعني لظروف ما سديته مع الاسف. متعب بس هو متعب هو كلش، بس يعني ان شاء الله لا يعني ان شاء الله احنا ندعمك، احنا وياك وندعمك ان شاء الله بالمستقبل. لا يعني صراحه عندنا مشتركين والله هوايه. اي انا هم كان عندي مشتركين خاصه عندنا هسه اكو انت مشتركين الدايت صح؟ بالضبط. بس اكو هسه مشتركين جدد من نوع ثاني، المتزوجين الجدد. هسه عندنا علي خطيه خطب، فيريد يسوي اشتراك من هسه لزوجته حتى لا تتعب. يعني تعرفين هسه هذا الجيل شويه اداري. لا بس انه ياخذ بنظر الاعتبار. انا حتى الصفحه مالتي صراحه احسها هم مرات يعني حتى التمن الاحمر ايش قد سهل مرات يكتبوا لي انه اكو واحد ما يعرف يطبخ تمن الاحمر، مع العلم كوما بنات يفوتوا لي عفي الله يخليش رحم الله والديش انه علمتينا التمن الاحمر. لا طيب ترى السهل الممتنع هو يعني هو ايش قد تحسه سهل، بس هو صعب بالطبخ مو اي احد يجيبه. زين. فمثلا بدي اجيب لك مثال بسيط، حتى الريسبي مالتي تكون مرات بسيطه وافيد بيها حتى لو البنات استوهم يعني الزوجين او المقبلين على الزواج. بس يمكن انت ذكرتي انه اليوتيوب الى الان انت مو كلش اكتف بيه، بس احنا بحاجه، لانه اليوم الطبخ تحديدا البنت اللي تطبخ تحتاج انه مثلا الفيديو يكون موجود اثناء العمل، وبالتالي خطوه بخطوه. بالضبط. اللي يمكن الانستغرام او غيره يكون اسرع، كون انه انت عندك وقت معين وملتزمه بالضبط بيه. بالضبط. فوين الاتجاه لهذا الموضوع؟ يعني صراحه هو بداياتي كانت بالانستغرام وكملت به يعني حابته، لانه الجمهور اللي الانستغرامي خلينا نقول كلش حابني واني حابته، وكلهم ناس لطيفين وصاروا مثل صديقاتي يعني عرفتي. فمن اروح على التيك توك مثلا انشر اشوف اكو فارق يعني، لا اني ذولا ناسي هنا أنا بالانستغرام شايفه، فانه تحني للبدايات، بس ما يمنع
ما يمنع انه احنا لازم نطور ونروح على الابلكيشن، يعني مثل اليوتيوب، ولازم اصلا موجوده بكل، يعني يوميا يطلع لنا احنا شيء، فانه لازم هو احنا نحكي انه انت الطبخ هو يحتاج الى وقت بالضبط. اكثر، الى خصوصا انت ذكرتي انه كل الاشخاص المبتدئات اللي يستوهم يريدون يتزوجون يعني حتى ما يعرفون يمكن شلون طريقه التقطيع او طريقه الامور بالضبط البسيطه. بالضبط. انا يعني احاول اصور كل شيء، حتى الستوريات مالتي تكون والله هيك مفصله حتى افيد بيها البنات زين. اللي ما يعرفون. منو استاذك او استاذتك؟ ما اعرف يعني شوف، هو منو اللي علمك اول شيء او كان هو الملهم؟ يعني صراحه هي ماما. ماما ماما كلش طيب اكلها للامانه، بس هي كلش مشهوره بالتبسي مالتها مال باذنجان. اي، فانه حتى من انزل مالتها الوصفه كاتبه تبسي ماما العالمي، صدق عالمي يعني، انه ان شاء الله فد يوم يعني تجربوه. فيعني ماما طيب اكلها بعد، بالاضافه انه بابا هم يدخل المطبخ. زين. بس بابا يعني يبتكر، يحب ما يحب انه يجيب وصفه تقليديه ويخليها، لا ذاك يوم سوى فلافل خلى بيها فاصوليا وعدس وحمص وحقت له ماكو شيء ما خليتها، قال لي بس تذوقيها. فانه بابا يحب كلش يبتكر ريسيبي يعني ويعطيني كوما افكار. بس انت جمعتي بين التراديشنال مال الوالده بالضبط، والاضافات الابتكارات مال بس بابا. اليوم يمكن نشوف العالم قاعد حتى من مجال الطبخ وما الى ذلك يتطور من ناحيه التكنيك، من ناحيه حتى على مود يقللون وقت الطبخ من الادوات صح. المستخدمه، صح. حتى طريقه التزيين وما الى ذلك يلعب دور كلش مهم. انا احس يعني البرزنتيشن مهم، بالاضافه الى الطعم، بالاضافه الى الكواليتي اللي انت مستخدمته. انا نحسب طبعي، فاني من استخدم هاي كواليتي صراحه. حتى الدجاج من اجيبه، حتى من كنت بالمشتركين. يعني ليش دا اقول لك سديت ماي اون بزنس؟ لانه حسيته ما يصرف لي كلش، لان اجيب كله كواليتي. راح اسالك سؤال، غالي اساسا يكون تكلفته اغلى من كلش، ومن تغيرين يتغير طعم كل شيء. شوفي راح اسالك السؤال هذا راح تجاوبين عليه انت. بعد ما تجاوبين عليه، احنا عندنا بعدها برنامج الشيف خلدون. اي، بالبرنامج هو راح يقول يعني جوابك صح لو جوابك مو صح. يلا عادي اكيد، يلا. تعرفين سهل يعني، هو المرقه والتمن. اي، شو وقت نخلي شعريه بالتمن؟ باي نوع من المرقه؟ مو كل المرق يعني. احنا صراحه ما نستخدمها قليل. الشعريه ما نستخدمها قليل ويا، يعني من نسوي مثلا باميه لا، لازم التمن يكون ابيض، الفاصوليا تمن ابيض. يعني الشعرية ممكن تشريب اللحم مرات. تشريب اللحم مثلا احنا ماما من تسوي لنا اياه، تسوي وياه تمن ابو الشعريه. زين. بس ما تقول لي مثلا مرقه وياها تمن ابو الشعريه، يعني احنا مو كل العوائل تسوي شعريه ويا التمن. زين. فماكو قاعده، يعني ماكو قاعده لا ماكو قاعده. كل بيت يعني تبسي الوالده شنو هي؟ تبسي الوالده وتمن ابيض بيور. تبسي الوالده. زين، ليش مظلوم الشجر؟ الشجر مظلوم. أنا هي أصلاً منزلة مو خطية يعني. لا، هو الشجر أنا عندي هسه إذا تشوف عندي يعني ريل منزلته بالإنستغرام، هي كاتبة المورغان مظلومة. منزلة عليها والله المورغان، أنت جبتها صح. زين. إذا تفوت على صفحتي فأني المورغان مظلومة، أحسها يعني صدق مظلومة. هي طيبة وخفيفة على المعدة وسهلة، وخاصة أنا أحكي لك الشجر الأصفر يعني المرقة الصفرة اللي تكون شلون الثخينة شوية ما بيها مي هواية، أطيب تكون من الحمراء. فأنا منزلت لك طريقة، روح شوفها، خلي يسوي لك إياها بالبيت. بس موضوع الطبخ هو ترى يعني بحر وعالم كبير، وبالتالي حتى يحتاج إلى دراسات، لأنه هو كيف ممكن أنت توصلين اللي قاعد ياكل أساساً أكل، وبالتالي التجربة الأولى هنا يرجع سببها يمكنها تكون مظلومة، لأن يمكن التجربة الأولى لشيء معين كان فاشلة ممكن. فبالتالي خلاص تنأخذ نظرة. وهذا الحديث نتكلم عن الأكلات البحرية، نتكلم عن كثير من الأطباق هي تجربة أولى، خصوصاً بالطبخ لأنه هو تجربة أنت تعيشها، الحواس كلها تشتغل بيها. فشلون أهمية أنه أوصل النكهة الصحيحة بحيث خلاص تبقى الشجر ما تصير مظلومة. عندك يعني هواية أكو ناس ما تحب السي فود، مع العلم إحنا من عشاق السمك والسي فود بالبيت. فذاك اليوم إنه سويت بحريات، إنه هذا الكراب والروبيان يعني والكاليماري. احب اني انوع. الناس راسا يعني شنو هاي شو منزله وهذا منو ياكله، بس انتم ما مجربي. هسه انتم جربوه بعدين حكوا طبعا خلصنا ما نطبخ طريقه صحيحه. مو بس طريقه بلال، صدقني مو هي طريقه سهله يعني ايزي. هسه الروبيان شلون يصير؟ الروبيان يعني ما يحتاج له ماكسيموم اذا تخليه على النار فوق ال7 دقائق خلاص لا تاكله. صح، تحول الى اوفر. من تسوي اوفر كوك يعني طبخته زايد انه خلص يصير قاسي ما طيب، يفقد كل السوائل اللي بيه وهذا شمره.
طعمه يصير كانما بلاستيك ماكسيموم على كل جهه الروبيان 3 دقائق، ماكسيموم 5 إلى 6 دقائق ينطبخ. الكاليماري هم نفس الشيء، اللي اقصد هو الاخطبوط، ما اعرف يعني العالم يحشون علي يقولوا لي هاي تحكي، لا بس انه البحري اقصد ما ياخذ وقت هوايه سريع. مو فقط الوقت، حتى اليوم نتكلم عن عاده الانجريدينت اللي يكون مع السي فود. تحتاجين الى روزماري، تحتاجين الى اشياء معينه على مود الزفره تروح، فبالتالي هو بينطبخ. الدجاج يعني هم الدجاج حتى ما ينطبخ زايد. الدجاج هم من الستيكات مرات تجيك بالناشفه كلش، تحسها هاي كلش هوايه، خليها على النار. حتى ستيك اللحم هم عندنا مشكله بيه. اللحم يعني لازم مكان مضمون صراحه. شلون يعني؟ يعني لازم القصاب اللي انت تروح عليه يعني تستمر عليه وتعرف شنو اللحم اللي يجيبه وشنو لازم الخرفان. يعني شو نقول للقصاب؟ يعني اول شيء مبينه لازم خرفان صغار تكون هرفي. هذا اللحم العراقي اللي احنا معروف هرفي صح ولا يعني لحم غنم؟ لحم غنم يكون للستيك. للستيك؟ لا للستيك لا. اكو طبعا لحم العجل اللي هي تكون اكثر شيء من حبل الظهر، يعني تطلعها الستيكايه تكون هاي اطرى، يعني اطرى منطقه بالعجل. ايش قد السمك؟ على حسب. شوف هنا احنا الستيك يعني صراحه بقصه. بقصه لحمنا مو كلش مال ستيك يرهم. يعني اللحم الامريكي اذا تجي تقول لي تعال طبخي ستيك ولحم امريكي، اقول لك لا طبعا اختار الانجوس او اللحم الامريكي، يعني اللي هو بسرعه يصير طري وبسرعه يستوي، ما ياخذ له يعني هم 7 دقائق الى ماكسيموم 10. هذا يرجع الى يمكن هم مفهوم ان الواقيو او غيره، وكل ما يكون قطعه اللحم ماربلز تكون بها شحوم، وبالتالي راح تكون الاستواء وحتى تكون يعني طريه. بالضبط بحيث بالضبط. انا صراحه ابي استثمرك، يعني استثمر وجودك اليوم ويانا. نريد بعض التركات البسيطه عن مثلا يمكن المراه تقدر تستخدمها، سواء عن اللحم، الدجاج، على الاستواء، او مثلا تتبيلات معينه تساعد على الاستواء اكثر. اهم شيء حطيش خاصه الدجاج. الدجاج عاده كوما يكتبوا لي عافيه زفر، شلون ما يطلع زفر. اولا الدجاج دائما فريش، هو شويه سعره اغلى من المجمد. المجمد انا ابتعدت عنه، صار لنا سنتين تقريبا مبتعدين عن الفروزن، يعني احنا بشكل عام اللحوم الكبده اي شيء. فالفريش شويه سعر بسيط، يعني ترى صراحه شويه اعلى من المجمد. فاني ليش ما ألجأ للفريش وآكل أكل طيب ما بيه زفرة وأعوف الفروزن؟ فأول خطوة بالدجاج أنا دائما و100 مرة عايدتها أخليه له ملح قبل لا أطبخه، سواء أي قطعة من الدجاجة كاملة أو الأفخاذ أو الصدر، أخليه له ملح وأخليه له خل أو أي نوع حامض، مثلا ليمون أو برش ليمون. أنقع 10 دقائق، بعدين أجي أخضه، بعدين أنشفه، بعدين أطبخه. هاي يقضي لك على أي زفرة موجودة دجاج. خصوصا موضوع التنشيف، ترى هي اكل بعض يسوي الخطوات السابقه بس ما ينشفون. لا لازم ينخض ويتنشف انه حتى. زين، شنو الاخطاء اللي تشوفيها انت موجوده عندنا بالمطبخ تقولي ان هاي مثلا خطا، سواء كان المطبخ العراقي او غيره؟ يعني اغلب المطاعم هنا المنيو تحسه موحد، وين ما تروح كل المطاعم نفس المنيو. مرات يجيك الاكل يعني صراحه سوري يعني بس انه هم زفر شويه، فاني راسا انه لا انه اكو فد غلط بالموضوع. البرزنتيشن هم تقديم الاطباق دائما تحسها تقليديه وماكو شيء مبتكر، يعني قليل هسه مطاعم تحس البرزنتيشن ما تروح يعني راسا انزل الله انه حلو مسوين. وقبس اكو نقطه مهمه هم بالمطاعم وانت ذكرتيها. اليوم الطبق هو كل شيء بيه، حتى للديكور هو من ضمن النكهات المفروض تنأكل وتكون موجوده. اكو بعضهم يخلون اشياء للديكور ما تنأكل، صح بالضبط، او تخرب اصلا النكهه. بالضبط صح، انه تقولين انه هاي شلون اكلها او شلون تنقسم او شلون صحيح بالضبط، تحسيها مالها يعني داعي. يعني صراحه احنا جعنا وراح نذوق الحلويات، وجدا سعيدين اليوم بوجودك معنا، ونتمنى لك اكيد الموفقيه. لازم ترجعين مشروعك ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله باقرب وقت ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. تسلمين، شكرا تسلمون. اذا مشاهدينا احنا بعد ما اكلنا هوايه يعني دخلنا المطبخ لازم شويه نروح نتمرن حتى نحرق هذه السعرات. خلينا نشوف كابتن عبد الله.